وأس الفضائل الكاملة. والإنسان إذا أراد حتى أن يزن الناس، يعني مثلا لنفترض طلاب، عنده طلاب، أستاذ مثلا المدرس عنده طلاب، أو الأب في البيت مع أبنائه وبناته مثلا، حتى يعرف أبناءه، يدرس نفسياتهم كما يقال، يحضر شيئا من المال أو اللعب أو الحلويات أو ما شابه ذلك، الأشياء المغرية للنفس، ويحضر كتابا ذو عنوان جذاب جميل صغير، يعطي كل واحد منهما مثلا، يعطي كل واحد منهما الأمرين الشيئين معا، فيعطي هذا من المال ويعطيه كتابا، ويعطي الثاني كذلك والثالث وهكذا، ثم ينظر بعد ذلك، يتركهم دون أن يحدثهم، يتركهم دون أن يحدثهم، ثم ينظر من منهم بدأ بالكتاب أولا، من منهم شغف بالكتاب، من منهم طلع على شيء من الكتاب مباشرة، من منهم جاء إليه يسأله أو يناقشه في الكتاب، فذلك عقله أرجح، ذلك عقله أرجح. أما الذي ذهب إلى المال أو الحلويات أو ما شابه ذلك من الألعاب أو غيرها، زين، فذلك يتبع النفس، ذلك يتبع رغبات النفس أكثر من ملاحظة أمور عقله، فهذا يحتاج إلى عناية أكثر في هذا الجانب، يحتاج إلى عناية أكثر، ويحتاج إلى تبصير بأموره.